سؤال وايد مهم. ليش الرسول عليه الصلاة والسلام ما حاول يتعلم القراءة والكتابة بما أنه كان أمي؟ يقول الله عز وجل: وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إذن أميته صلى الله عليه وسلم هو أعظم دليل على نبوته. محمد صلى الله عليه وسلم بأميته لم ينقل لنا القرآن فقط وأصبح عالما بالقرآن، فلو جمعت علوم الأولين والآخرين أمام علم النبي صلى الله عليه وسلم فهي لا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده من علم الغيب وعلم السماوات السبع، وعنده ورأى ما لم يره حتى جبريل عليه السلام، وفي علوم الأرض وفي علوم البحار وفي علوم الأجنة وفي علوم السماوات وفي علوم النبات وفي كل ما هو الآن يخرج مع العلوم الحديثة من الإعجاز في القرآن الكريم، كان علمه موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة لمن يملك كل هذه العلوم وهو أمي، وهو أمي. تعالوا يا من تختلفون معنا كدين، ورجل أمي شهد الله له أنه أمي، والأمة تشهد أن نبيها أمي، صحيح؟ ويمتلك كل هذه العلوم، بل وما سيجري على هذه الأمة. متى ستنعجب بالدنيا، ومتى ستحب المال، ومتى ستغتر بالنساء، ومتى ستكون كغثاء السيل، ومتى يكرهون الموت، ومتى يحبون الحياة. كل هذا إلى قيام الساعة كان موجودا عند هذا الأمي. فالأمية هنا رمز لتصديقه صلى الله عليه وسلم، معجزة. هذه الأمية وهذا العلم لا يجتمعان. كيف يجتمع كل هذه العلوم؟ تجتمع كل هذه العلوم مع رجل أمي؟ لا يمكن. قدرة الله، لكنها قدرة الله عز وجل، فلذلك كان أميا.